اذا تسقسوني وش هو الكاطو اللي جامي لا يخطيك في العياد والمناسبات، نقول لكم هذا الكاطو نخدمه غير بالكاوكاو يجي قرمش ويتعلق من داخل ويقطع كميه كبيره. انا راح نعطيكم المقادير تاع 20 حبه وانتم ديروا شحال حبيتوا. للحشو عندي 2 كيلات كاوكاو محمص ومرحي مع كيلة فايتين ونجمعهم بالكراميل. وهنايا راح نجيب لي بيستول اولي تاع باتيسي نحب نخدم بهم يذوبوا في رمشه غين، واهم حاجه بنان. حطيت 250 غرام ذوب وجبت هذا المول تاع السيليكون. رايحه ندير دو كوش يكونوا رقاق، بين كوش وكوش نحط في الكونجيلاتور ومن بعد نحط لهم الحشو اللي كنت وجدته هذا يجي قرمش ويتعلق. المهم نحطهم في الكونجيلاتور ونجي ندير طبقه الصابلي. 125 غرام مارغرين طريه مع شويه كاوكاو مرحي و40 غرام سكر غلاس ولافاني. نطلعهم بالباتور، نزيد صفار بيضاء ونجمع بالفرينه. العجين ما يتعجنش ويكون طري. نفتحوا بين دو بابي كويسون ونطبعوا على شكل دوائر يكونوا شويه كبار على مول السيليكون اللي استعملته، ونطيبهم على 180 درجه حتى يديو تحميره خفيفه. ونجي ندير كريمه الزبده اللي نعمر بها الصابلي. نخلط 125 غرام زبده طريه مع سكر غلاس، مورف كبيره كراميل ورشه فاني. نطلعهم ونعمر لي الصابلي نتاعي كيما راكم تشوفوا. زيروا الحبات ونحيوا الكريمه الزايده باش تجي الخدمه متقونه، ومن بعد ديموليو الشوكولا اللي كنا عمرناها وحطوها فوق الصابلي نتاعكم وخليوها ربع ساعه في الكونجيلاتور قبل ما تغلاصيوه بلي بيستول تاع باتيسي اللي كنت زدت لهم شويه زيت. غلاصيتهم درت لهم شويه زيكزاك وشوفوا الجمال. لازم تخبيوه للعيد على بالي رايحين تحتاجوه. وهذا ما كان.